طيب لحظة، أبي تقولي لا إله إلا الله بكل هدوء. لا إله إلا الله. روحي. شعري استريت ومو حاطة مكياج ولابسة كعب، وكنت جالسة مع بنت خالتي متزوجة بين المعازيم، وبعدين قمت رحت فوق ولا ألقى باب وفتحته، وشفت درج طويل من طوله ما أشوف النهاية، وعلى يميني القاعة كبيرة مرة، وتحت ونزلت كم درجة إلا في ستارة طويلة، وطاحت طرف من يساره وإلا أشوف يد أمسكت ستارة، وإلا وحدة من قريباتي اسمها أمجاد، وجت وراها وحدة من قريباتي اسمها غرام، واثنينهن جن يمي وجت قبلها غرام، وأنا أرجع يم الباب من حاشة، وكنت أركض وأشوف الغرف فيها ناس يتعشون في وقت عشاء المعازيم، وإلا أدخل المطبخ شفت أختي تسوي شيء وتحط فيه مصفاة أبو ملعقة وكأنه لب الليمون، وتحط فيه كوب حق شاي شفاف، وكان لونه أصفر عسلي، وإضاءة المطبخ من الشباك صبح ظهر مدري عصر، وانتهى. أنت عندك مشاكل الآن، اضطرابات نفسية، تعانين من مشاكل؟ نعم. كم عمرك تقريبا؟ 26. تدرين المشاكل هذه اللي أنت فيها من مين؟ لا تقول يا شيخ، بس عطني الأخير. أنت المسؤولة عنها، ما في شيء، ما في شيطان ولا في شيء. أنا عارف أنت خايفة، أنت المتسببة لنفسك بالمشاكل هذه كلها. أبيش تقولي لا إله إلا الله، لأنه ما في إلا العافية. محمد رسول الله. بس أبي النهاية. تدرين؟ اسكتي. لا تقولها يا شيخ. إيش؟ لا تقول. لحظة والله لا أحوس. لا تقولها يا شيخ. وش اللي ما أقولها؟ لا تقول، قل النهاية بس. الأخير وش اللي بالكوب؟ وش هو اللي بالكوب يا شيخ، اللي لونه عسلي. لا تنقزين آخر المنام. بنفسره كله ولا خليته كله؟ عارفة يا شيخ، بس أبي النهاية. النهاية انه انت ابتعدي عن الوسواس اللي في راسك، وهذا الدرج الطويل اللي تشوفينه هذه مسافة طويلة جدا تقعدين تمشين فيه لين تدوخين ما وصلتي لمآربك. انت قاعدة تتشعبطين في اشياء ما انزل الله بها من وش الحكي ذا؟ وش الحكي ذا؟ ما فيك الا العافية. انت انسانة قاعدة تتبعين خطوات الشيطان. ابتعدي تماما عن الوسواس وعن الخرابيط اللي انت عايشتها. طيب. ابتعدي عن علم الطاقة، ابتعدي عن علم النجوم، ابتعدي عن الكلام هذا كله. ما دخل يا شيخ، ما دخل، ما تابع. وش اللي شيخ ما دخل؟ خليني اسالك لا شو برجك؟ لا تقولي لي ما اعرفه. هلا. لا تقولي ما اعرفه. برجك البرج حقك انت وش هو؟ برجك اللي طلعتيه وش هو؟ لا يا شيخ، انا قد طلعت معك من قبل. انا ما اتابع الاشياء هذه يا شيخ، ما اتابع. طيب انا ابي الكوب الاخير يا شيخ. الكوب ايش فيه الكوب؟ يلا قولي لي اشرحي لي الكوب. ما ادري، هو فيها زي العسل ولا بالليمون، اتوقع هو شفاه شيء. شربتي منه ولا ما شربتي؟ لا والله ما شربت، شفت اختي تسوي لي. اي تسوي لك اختك، لان كل اللي في البيت يقولون يا بنت انتبهي، ترى انت قاعده توسوسين، شغلتينا معك. كلهم قاعد يقولون، بس انت قاعده تسمعي الكلام، وخاصه اختك هذه اللي سوت الكوب كثير جدا تحاول تناصحك وتحاول تقنعك انه لا انت ما فيك الا العافيه، وانت مصره انه لا. صغيره. صغيره كم عمرها؟ 17. 17 صغيره؟ والله راسك اللي صغير كان راس فار. اسمعي الكلام اللي حولك، اذا قالوا ما فيك الا العافيه معناته ما فيك الا العافيه، لا توسوسين انتبهي. طيب يا شيخ انا قد طلعت منك من قبل عادي. خلاص طلعتي وجاوبتك الحين، ايش تبغين ترتزين في الشاشه لبكره انت؟ لا يا شيخ انا قد طلبت رقية يا شيخ. رقيه انت وين؟ ما اقدر اقول يا شيخ. ما تقدرين تقولين اجي اطير في الهواء واروح ارقي واحده مدري وينها. طيب انا اجيك. طيب تجيني وين؟ لا انا موقف الرقيه، موقف. انا الايام هذه بكون بالرياض يا شيخ. انا ماني في الرياض. طبعا اكون هالاسبوعين هذه. انت وين بتكونين؟ اكون بالرياض. انا ماني في الرياض، كيف روحي الرياض الله يستر عليك. لا يا شيخ. شفتي انه انت حاطه في راسك، لا تنزلها يا عبد الله، خلني انا وياها بنتشاكل اليوم. انت حاطه في راسك شيء ما ادري وش هو، ان انت مريضه. قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله. طيب خلاص طبيعي، قولي لا اله الا الله مره ثانيه. لا اله الا الله. قوليها ثالثه. لا اله الا الله.
قوليها رابعة. لا إله إلا الله. طيب لحظة، أبي تقولي لا إله إلا الله بكل هدوء. لا إله إلا الله. روحي سوي اندومي، حطي عليه شوية كاتشب، تعشي وحطي راسك زي اللي كنا راس فار على المخدة ورقدي بدون خرابيط، ما عندك طيب. إلا العافية. بس حاجة واحدة يا شيخ. طيرها يا عبد الله. يا شيخ. طيرها. يا شيخ. طيرها. طيب تكفى. وين عبد الله؟ غريبة والله، دائما ينتف. غريبة تأخر في النتف.